يا صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد على عيونكم. ازيكم احبابي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده هنعمل فكرة حلوة قوي، او طريقة جميلة لرسم وردة بالمعجون. تعالوا هنشوف خطوة خطوة ازاي نرسم وردة من على الكمبيوتر او على بنترست، بطريقة يعني بسيطة جدا. الوردة دي عجبتني على البنترست، وكبرت الشاشة بتاعة الكمبيوتر وشفتها بالطريقة دي. أنا هنا لما هاجي أنقلها ممكن أحط الورقة على اللوحة وأحدد الخطوط الرئيسية هتثبت عندي بالظبط. بس أنا هنا هعمل حاجة، أنا هحاول إن أنا مع نفسي كده أرسمها بالنقل من شاشة الكمبيوتر أو شاشة الموبايل. باعمل الخطوط، خلاص أنا حفظت الخطوط، فهاحاول إن أنا يعني أرسمها بالقلم الرصاص، وبإذن الله ادعوا لي بس تطلع حلوة كده زي اللي أنا نقلاها. خطوات بسيطة جدا، انت ممكن لو ما عندكيش الملكة انك انت تنقلي بعينيكي. ممكن يتحط الورقة اللي احنا شفيناها على لوح الخشب، ونتك على الحروف بتاعتها بالقلم كأننا بنعيد رسمها تاني، بس بنتك شوية بحيث انها تطبع علينا على اللوح الخشب. بس مجرد انها طبعت يعني هدوس عليها تاني بالقلم، همشي عليها تاني. هتبص تلاقوها وضحت قدامكم الخطوط. الخطوط دي بكون انا المعجون بتاعي. الفيديو السابق هتلاقوا فيه طريقة عمل المعجون. لو مفيش يعني لو انت عايزة تعملي المعجون الميتاليك، بتاخدي معجون القطيفة، بتحطي له معلقة، يعني مثلا لو انت هتعملي معلقتين معجون قطيفة، هتحطي له نص معلقة بودرة بيبي، وهتخلطيه كويس جدا. انا بودرة البيبي ليه؟ عشان تتقل المعجون شوية. اوكي. وبعدين جربته بعد ما اتعمل، الحمد لله لقيته صلب جدا، ما يعني ما بيتكسرش او ما بيتفتفتش او ما بيشققش. حلو قوي، ومدي كمان لمعة الميتاليك. اوكي. فهنا انا بحاول ان انا انقلها بالنظر، وهظبط فيها شوية حاجات، وهبدأ اخد المعجون اللي انا ركبته قبل كده. بسرعة كده هقول لكم برضو الطريقة بتاعته. بناخد حوالي معلقتين من المعجون من الاكريليك الابيض، وبحط معاها معلقة غيرة ومعلقتين بودرة بيبي، واخلط كويس جدا. ولو لقيته تقيل هزود حتة أكريليك، مزودش غيرها خلاص. لقيته يعني ناعم شوية أو طري شوية، ممكن أزود له نقطتين من بودرة البيبي أو بودرة التلج. اوكي. بودرة التلج دي احنا متعارف عليها ان اسمها بودرة البيبي، لان احنا كنا بنستخدمها للبيبيهات زمان. اوكي. انا كده مشيت على الورقة البتلات كلها، تقلتها شوية وحددتها بالطريقة دي. انا بوريها لكم خطوة بخطوة. بحط بقى المعجون اللي انا كونته، اخلطه كويس جدا، لازم يكون ناعم قوي، فهخلط فيه كويس قوي. وبعدين هحطه في القمع بتاع الحلواني، اما ان انا احط بلبلة صغيرة رفيعة يعني، او ان انا بخرم الكيس بطريقة، الاكياس اللي هي البلاستيك العادية جدا، بخرمها مثلا بالمقدار، او بقصها بالمقدار اللي انا عايزه يطلع منه المعجون. عايزاه يطلع معجون تخين، اقص حته اكبر. عايزاه رفيع جدا، اقص ارفع. يعني ده ممكن نمشي نحدد احنا الخطوط براحتنا. كده الرسمه وضحت شويه. انا بحاول ان انا اجرب كذا حاجه، اكتر من ورده، علشان اعرف يعني هيطلع اشكال ايه من المعجون الجميل ده، لان انا بصراحة بشوف منه شغل حلو قوي. فحبيت ان انا اجرب واعلمكم معايا، يعني تستفادوا من التجربة على الاقل. ممكن انتوا تحسنوا، ممكن حد ملوش في الرسم خالص او ملوش في الحاجات دي ويعملها، يبتدي ان هو يلاقي نفسه بيعمل حاجة كويسة، حاجة حلوة، يبقى مبسوط.
انا مش عايزه اكتر من انبساطكم. عفوا. طبعا بحددها، بحاول اديها الشكل يعني الطبيعي. خلاص كده طلعت نفس الشكل اللي عندي على الموبايل. حلو قوي، اتبسطت طبعا لان انا نقلاها. يعني الورقة التانية كنت شافة من الكمبيوتر، دي نقلتها بعناية. فممكن اديك الطريقتين انك انت تنقليها لو يعني ممكن عندك الملكة. لكن لو عايزة تريحي دماغك عادي جدا ممكن تشفيها، مفيش اي مشكلة، سواء الوردة دي او وردة غيرها. المهم ان انا باخد من على البنترست حاجة تكون اللي هي مرسومة بقلم رصاص، الوردات المرسومة بقلم رصاص. وحاولي تختاري حاجات تكون بسيطة، مش لازم بقى الوردة الجوري اللي هي مليانة ورق كتير. يعني جربي الأول في حاجات زي كده. اوكي، انا بحاول هنا اظبط الخطوط عشان تبان لي فعلا البتلات طبيعية. وهبدأ اخد المعجون. انا المعجون اللي انا عملته ده حطيته في برطمانات وحطيت عليها الستيكر بتاعي انتاجي بقى. انتوا عارفين طبعا كل حاجة انا بعملها انتاج. انا بكتب لكم هنا او بقول لكم طريقة استخدامها كويس قوي، او طريقة عمايلها كمان. محدش يجي يقول لي بقى انت طالما انت هتعمليها براند وبتبيعيها، طب انت قلتي ليه مكوناتها. والله في ناس بيحبوا يريحوا دماغهم ويشتروا جاهز، وليه لا، انا عندي الجاهز. عايزه تريحي دماغك تعالي لي على طول. هنا هقص القمع ده او الكيس، وبعدين هبدأ بقى امشي مع الخطوط دي خطوة خطوة. يعني بحاول ان انا ايه يعني على نفس الخط بالظبط امشي. في انحناءات بعمل الانحناءات. نقول بسم الله، يلا هنمشي كده. بختبر انا طبعا، عايزة تطلعي عايزة تنزلي عايزة تعملي ايوه كده الزجزاج ده مفيش مشكلة، بتمشي حلو جدا. المعجون نفسه ناعم وطري. واهم ما في الموضوع يا جماعه ان هو ما بيشققش، يعني ما بي مثلا ايه ما بيسحش. مش حاسه ان هو ناشف كده معايا، لا بالعكس طري جدا ولين وفي منتهى الجمال. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان هو ما بيسحش، لان في جربت انا قبل كده معجين كانت اعمل الخط ده او اللاين الاقيه ساح شويه فرد. لكن ده الحمد لله ما بيفرقش وماشي معايا زجزاج في منتهى الجمال. هنحاول بقى مع بعض نمشي على فكرة الطريقة ممتعة جدا، بتحس انك انت بتزوقي كيك. انا عملت قبل كده حاجة زي كده في الكيك. عملت الكيكة بالفondant اللي هو عجينة السكر. وابتديت ان انا احط ايه الكريمة الايسنج اللي هي الكريم كريمة كده معمولة من السكر وبياض البيض، ورسمتها بنفس الطريقة دي كده. وبقيت أعمل نفس الشغل ده فيها. اللي خلاني إن أنا يعني أبقى مبسوطة قوي وأعمل حاجة زي كده إن أنا جربتها في الكيك قبل كده. إن شاء الله هنزل لكم تجربتي في الكيك. كنت عاملة الفondant لونه نبيتي كده محمر، والآيسنج ده أبيض، ورد مرسوم بالطريقة نفس الطريقة اللي أنا بوريها لكم دي، ورد كده مرسوم. وطبعا بتسحبي الحروف. هنا بعمل بقى الحاجات دي مش بتبان الا بالتلوين. انا النهارده هوريكم ازاي بتتعمل بالخطوات، واحده واحده ماشيه معاكم، يعني خطوه خطوه. من تحت هنا بقى ممكن نعمل ايه فرع كده ورق الشجر. خلاص هنبدأ ناخد الفرشة لما اخلص خالص. انا هنا لسه هعمل شوية بتلات كده، بس انا مش عارفة يعني حاسة ان دي صغيرة شوية فايه قلت اما اكبرها. عفوا. خلاص عادي جدا انت ممكن تظبطي بطريق يعني براحتك.
مجرد ان انا اشيل واظبط، مش هيحصل اي حاجة لغاية لما اوصل لحاجة انا ابقى راضي عنها. وبعد برضو علو فوليوم حلو بحيث ان هو يديني حرف ممكن ان انا ادهبه. انا هنا عايزه اعمل كأن الورد ده ايه، مرميه لبره، فلازم يبقى لها طرف. اوكي، لازم يبقى لها طرف كده كأنها ايه، مرميه لبره، زي البتله اللي هي ناحيه اليمين، ناحيه اليمين وانتوا بتتفرجوا. بس كده احاول اظبط الحته دي بالمعجون، ولما بتنشف ممكن اصنفرها واديها بقى الذهبي. ممكن الونها من جوه مثلا لون الروزات، روزات درجات الروز، يعني انا مش عايزه درجه واحده. وممكن اروح حاطه على الحروف بتاعتها ورق ذهب او ذهبي مائي، بتبقى في منتهى الجمال. هي بتبان قوي في الرسم، يعني لما بتتلون. هو كده احنا خدنا الاوتلاين بتاعها. طيب انا عايزه دلوقتي همسك بقى الفرشه بتاعتي واسحب السحبه اللي احنا اتعودنا عليها او اتعلمناها في الفيديو اللي فات. بحاول ان انا اخد نص الخط ده، نصه لجوه، واخلي النص التاني لبره، او يعني ثابت مكانه، لكن اسحب النص اللي جوه لجوه. هنا باخد طبعا ميه، ده هو البرطمان كده بس اللي كان جواه ميه. اوكي، وابدا بقى عمليه السحب، نص بس اللاين اسحبه لجوه بالطريقه دي كاني برسم بالظبط. عايزه تسيبيها لونها ابيض كده، هي طبعا انا عاملاها على الخشب مباشره عشان يبان، لان المره اللي فاتت كانت مش باينه لان تحتيها كان فيه ابيض. لكن كده انا حبيت ان انا اعملها في تحتيها اي درجه بحيث انها تبينها. وخطوات بقى بالشرح الممل، يعني علشان ما يعني ايه، ازهقوا بقى براحتكم، بس المهم ان انتوا تتعلموا. طول ما الفرشه بتاعتي مبلوله، يعني فيها نسبه ميه، ما تبقاش النسبه كتيره، المعجون نفسه مش هيطلع، يعني مش هيطلع معايا. اوكي، ادي اول بتله اتعملت بالطريقه دي. خدنا شكل كده شكل البتله نفسها بالعروق بتاعتها. انا عايزاكم تشوفوا برضو طريقة السحب كويس قوي. انا منزلة حاجة زي كده بالسرعة، لكن انا النهاردة مش عايزة انزل حاجة بسرعة. كده دي تاني بتلة بنعملها. اي حاجة ممكن تكون زي ده بالشكل ده، مع طرف منديل او بنفس الفرشة نفسها، وهنحاول ان احنا نظبطها، مفيش اي مشكلة. المهم ان انا اخد نفس شكل البتلة الطبيعية بالظبط. انتوا شايفين البتلتين دول لما اتعملوا ادوا شكل حلو قوي. وممكن برضو لما تنشف الون بالابيض، ويعني اخد الدواخل، الحاجات الداخلية بالوان اغمق من كده. هنستأنف التسجيل بتاعنا. دلوقتي عملنا احنا البتلتين، وهنبتدي نشكل بنفس الطريقة بالظبط البتلات كلها. هنا طبعا بنشيل الزوائد عادي جدا، ممكن تصلحي اي حاجة. وهنمشي بنفس النظام اللي عملناه في البتلتين في باقي البتلات. اهم حاجة عندي ان انا بخلي الحرف عندي بارز، واسحب المعجون للداخل. دي اهم حاجة بمشي بيها بالطريقة دي لما اخلص كل البتلات اللي عندي، وابدأ بقى اكون درجات الالوان اللي انا ممكن انفذها. اوكي، طبعا البتلة دي مقلوبة، يعني شكلها كده انها واقعة منها، فلازم احافظ على الشكل ده. والتلوين هو اللي يعني هيظبط لي الدنيا. ف
هنمشي بس بنفس الطريقة دي مبدئيا، وبعدين نشوف درجات التلوين اللي احنا ممكن نلونها هنعملها ازاي. خلاص. انا دلوقتي البتلتين اللي فوق دول هسحبهم على تحت، يعني مش هاجي من تحت لفوق، لا هاجي من فوق لتحت. اوكي، انتوا شايفين شكلها اصلا. انا مش عايزه يعني من جمالها وهي كده، انا مش عايزه الونها، يعني نفسي اسيبها بالطريقه دي. فممكن انتوا تعملوا الورده نفسها بدرجه، مثلا درجه المعجون الونها، ممكن بينكات، ممكن ان انا اعملها موفات، واعمل الخلفيه تحت بلون، واعمل الورده نفسها. هتبص تلاقيها ادت ميكس حلو جدا بين درجات الالوان. طبعا احنا عارفين ان احنا عاملين الزجزاج ده، فهننزل، نحاول ننزل الزجزاج بطريقه حلوه قوي. يعني ما حاولش ان انا اخفي الزجزاج اللي انا عاملاه فوق ده، عشان ده اللي مديلي للبتله شكل حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نعدل برضو البتله دي. انا شخصيا عاجبني الشكل ابيض في نفس الخلفيه دي، يعني هنعملها مؤقتا كده، وبعدين اشوف هنلونها ازاي. انا كنت مبسوطه قوي معاكم النهارده، ويا رب يكون الفكره البسيطه دي حبيت ان انا اديكم كذا فكره في المجال ده، علشان تشوفوا ان احنا ممكن نعمل افكار كتير جدا. ميرسي قوي حبايب قلبي، استمروا بقى شوفوا الفيديو للاخر.